السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض احلى ايس كريم بدون مضرب، بدون كبة، بالخلاط العادي بتاعنا. هنعمله ازاي؟ هنعمله بطريقة سهلة وسريعة وحلوة اوي. خلاص يا حبايبي، ان ده الايس كريم بتاعنا زي ما احنا شايفين تحفة جدا، والطعم بجد حكاية. خلاص، هنجيب معانا هنا اي فاكهة مجمدة في التلاجة في الفريزر. انا هنا عملته بالموز، انتي حابة تعمليه باي فاكهة تانية. انا كنت عاملاه قبل كده بنوعين فاكهة، هحطه لكم اعمله لكم تعليق مثبت تحت، اللينك بتاع الفيديو في تعليق مثبت تحت. خلاص يا حبايبي، بالطريقة التانية بتاعتنا اللي بنستخدم فيها المضرب العادي، بس هنا احنا حبينا نعمله في الخلاط بطريقة مختلفة كمان للناس اللي ما عندهاش مضرب او ما عندهاش كب. بيبقى سهل ان هم يعملوا لاولادهم في البيت بالخلاط العادي بتاعنا. اهم حاجة عندنا ان احنا بنحط الفاكهة بتاعتنا تتجمد في الفريزر. ماشي، بنجيبها من قبلها بيوم، بنغسلها كويس ونحطها في الفريزر. تمام. هنا ده يعتبر نص مج لبن. حابه تعملي بميه تعملي، حابه تعملي بلبن تعملي. انا طبعا عشان القيمه الغذائيه معايا فحطيت لبن. ده فنجان صغير اللي هو بتاع القهوه، انا عملته وحطيت معاه الموز. ماشي، انتي لو عندك المج العادي تحطي نص مج لبن بس، نحطه في الاول عشان يضرب لي الفاكهه في الخلاط. لو احنا حطينا الموز الاول او اي فاكهه مجمده معايا بدون ماده سائله مش هيتضرب معايا، يبقى صعب جدا. فاحنا هنا بنقطع الموز قطع صغيره، وحطينا اللبن في الاول، الماده السائله في الاول لبن او ميه عشان يضرب لي الموز، يبقى سهل عليا حركه الموز في الخلاط. او اي فاكهه معايا، ممكن مانجا ممكن فراوله على حسب ما تحبي. خلاص كده قطعنا الموز كده وحطيناه في الخلاط. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا يدوس لايك، واللي اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك، ويشرفني جدا وجوده في القناه. احنا بنضرب الموز، انا بضربه بالضغط، بشيل ايدي وبحطها علشان يتضرب معايا كويس. خلاص، وهنا لما الموز يتضرب معايا يبقى عامل زي الكريمي، بنضرب بالراحه جدا، بنخلي بالنا ان الفاكهه مجمده او الموز مجمد، فبنضرب ونقلب بنضرب ونقلب. خلاص يا حبايبي، عشان يبقى ايه، نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان يبقى ايه، عندي ماده سائله زي ما احنا شايفين كده، عمل معايا زي الكريم. خلاص، هحط نص فنجان اللبن التاني معايا، واحط هنا ازود ايه، هنزود كريم شانتيه وسكر بودرة. تمام كده، انا هحط 3 معالق كريم شانتيه ومعلقه كبيره سكر بودرة. السكر طبعا حسب الرغبه، بس هو كده كان مسكر جدا. انا في الاول حطيت معلقتين وحسيته خفيف، زودت معلقه كمان كريم شانتيه، يبقى انا هنا حطيت معايا 3 معالق كريم شانتيه، وحطيت كمان معلقتين سكر بودرة. خلاص، هو كده كان مسكر. انت حابه تقللي السكر كمان، حابه زي ما هو كده يبقى كده تمام. وحطيت فنجان اللبن الفنجان التاني، فانا كده حطيت فنجانين او كوبايتين صغيرين من بتوع القهوه. يا اما تحطي مج كبير من بتاع الشاي. هنقسمهم على مرتين، مره مع الكريم شانتيه ومره مع الفاكهه اللي هنضربها، علشان تديني ماده سائله تضرب مع الفاكهه. بصراحه حبايبي، خلاص كده انا هنا طبعا عامله بالموز، حط كده هضرب بالضغط زي ما احنا شايفين، لان انا عايزاه يعمل لي زي فوم. تمام. احنا هنا انا عملت المره اللي فاتت بالمضرب، عملناه بالكريم شانتيه والمضرب كان سهل جدا. هنا بياخد معايا وقت شويه، وبعد كده بنفضيه في العلبه وبنحطه في الفريزر. خلاص، نخلي الخطوه دي لما نوصل لها. هنا خلاص كان اتضرب معايا وعامل زي الكريمه كده. هنا مش عارفه هنكمل ضرب ولا هنقف لحد هنا، بصراحه مش فاكره. تيجي نشوف هنعمل ايه مع بعض. هعمل ايه. هنا كنت حسيت ان هو محتاج معلقه كريم شانتيه كمان، زودتها. خلاص يا حبايبي، معلش انا مبطئه الفيديو، بس عشان ايه، نشوف بنخلي بالنا من كل الخطوات. انا عارفه ان الفيديو طويل على مساحته يعني، بس عشان نخلي بالنا من الخطوات لان بياخد وقت شويه في الضرب. بنضرب فتره طويله شويه، غير اللي بنعمله بالكريم شانتيه وبنضربه بالمضرب، لان انا محتاجه هنا ان الكريم شانتيه يضرب معايا ويعمل لي زي فوم بسيط. هو طبعا بالخلاط مش هيعمل الفوم او هيبقى القوام الهش بتاع المضرب، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر حاجه لاولادنا في البيت صحيه وحاجه نظيفه بالامكانيات اللي موجوده عندنا. خلاص، انا هنا ما استخدمتش المضرب خالص، انا هنا كل استخدامي للخلاط. جبت هنا معايا حله تكون واسعه شويه، حله التلاجة تكون واسعه تكون بتدخل الفريزر، وهفضيه فيها. هعمل ايه بقى بعد ما افضيه في الحله؟ هحطه كده في الحله زي ما احنا شايفين، وهو كده خلاص تقل معايا وعمل فوم بسيط، مش هيعمل اكتر من كده لان الخلاط طبعا غير
غير المضرب هحطه في الفريزر. ده انا مثلا هعمله من اول النهار، هاجي اطلعه كل شويه هلاقيه عمل طبقه تلج. كل ما يعمل طبقه تلج هقلبه كويس او بالمعلقه او بالمضرب. هنشوف مع بعض دلوقتي. بص انا بديله ضربه كمان اهو عشان احاول اخليه يعمل فوم. ممكن كمان اعمله شويه بالمضرب اليدوي زي ما احنا شايفين كده، عشان ايه احاول اخليه كريمي شويه. هنا انا حطيته في الفريزر، لما عمل معايا طبقه تلج ومسك زي ما احنا شايفين كده، طلعته وضربته كمان مره، وهرجع احطه في الفريزر لما يمسك معايا شويه بس ما يتلكش قوي. هرجع برضو اطلعه واضربه كمان مره. هعمل كده حوالي 3 4 مرات خلاص، لغايه لما احس ان هو اداني المطه بتاعه الايس كريم. تمام يا حبايبي، فاهمين الخطوه دي؟ انا هنا خلاص ضربته بالمضرب او بالمعلقه. لو ما عنديش مضرب يدوي كمان هضرب بالمعلقه عادي، مش هيحصل اي حاجه. انا هضرب برضو معاكم شويه كده وهضربه بالمعلقه، وهبدا اقلبه وارجع احطه في الفريزر وارجع اطلعه تاني لما يعمل طبقه تلج. بصوا بدا يديني المطه ايه، مطه بسيطه. هرجع احطه في الفريزر واطلعه تاني. انا هنا حطيته في الفريزر وطلعته تاني ورجعت ضربته. هنا ضربته المره دي ضربته بالمعلقه. بعمل كده حوالي 3 4 مرات. ببص الاقيه بيدي معايا المطه اللي انا محتاجاها في الايس كريم، اللي لما اجي اكله احس ان فيه كريمي كده، ما احسش ان فيه قطع التلج. خلاص بعد كده ما عملت حوالي 5 6 مرات، يعني من 4 ل5 مرات. بصوا بدا يدي معايا الكريم الزايد بتاع الايس كريم بجد، وكان طعمه حلو جدا. وقدمته بالطريقه دي، حطيته في الكوبايات وحطيت عليه صوص شوكولاته انا عاملاه في البيت. هنزله معاكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. انا كنت المفروض نزلته مع فيديو الايس كريم بس بصراحه انا نسيت. خلاص يا حبايبي، ما افتكرتش الا بعد ما منتجت الفيديو. فان شاء الله هنزله لكم. هنعمل برده بصوص الشوكولاته وان شاء الله الحاجه الحلوه الجايه هنعملها بصوص الشوكولاته، وانزلكم صوص الشوكولاته في الاول وان شاء الله تجربوه يعجبكم. خلاص احنا هنا بنقدمه بجد، هو لذيذ جدا وسهل، وزي ما احنا شايفين في المطه بتاعه الايس كريم الحلوه. ونعمله لولادنا في البيت احسن من حاجات الشارع والمواد الحافظه. وممكن تعمليه باي نوع فاكهه انت حباه، اي فاكهه الولاد بيحبوها ممكن تعمليه بيه. ممكن تعمليه بالكريم شانتيه بس، واللبن يبقى عامل زي الفانيليا. بس طبعا احنا بنزود القيمه الغذائيه بالفاكهه. خلاص يا حبايبي، ان شاء الله تجربوه يعجبكم، واسيبكم على خير. وما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واللي على الفيسبوك يا ريت يعمل اعجاب بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.